السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ شباب ثالثة إعدادي. إن شاء الله النهاردة هنحل معاكم محافظة سوهاء، امتحان 20 من امتحانات المحافظات. كنا حالين باقي المحافظات لحد ما وقفنا هنا في محافظة سوهاء. هسيب لكم رابط البلاي ليست اللي عليها المحافظات دي، فيها كلام مهم خالص. بتعرف ازاي الامتحان جاي، الأسئلة بتيجي ازاي، الراجل اللي بيحط الامتحان ده بيفكر ازاي في السؤال علشان يحطه. حاجات هتفيدك جدا قبل ما تدخل امتحان آخر السنة إن شاء الله. الفترة الجاية إن شاء الله بعد ما نخلص امتحانات المحافظات هننزل مراجعات على القناة، درس بدرس كده ناخده مراجعة ونقول كل التركات اللي فيه والأسئلة بتيجي ازاي هنا ونربط المنهج كله ببعضه. ما تنساش تدعمنا بلايك وسبسكرايب. وتعالى نكمل المحافظات. واحد، أكمل العبارات الآتية: تستغرق الشمس حوالي 220 مليون سنة لتكمل دورة واحدة حول مركز. طبعا حول مركز مجرة درب التبان. طيب، تتحرك سيارة بسرعة 180 كيلومتر كل ساعة، فإن السرعة تساوي متر على الثانية. والله هتاخد الرقم ده 180 زي ما هو، تضربه بخمسة على 18 على الآلة الحاسبة بتاعتك. 180 في 5 على 18 طلع ب50 متر لكل ثانية. تمام. ده بيتكون كل كروموسوم من خيطين، وكل خيط يسمى طبعا كروماتيد. طب تتكون صورة تقديرية معتدلة معكوسة في المرآة. طالما قال معكوسة، عندك كلمة معكوسة دي ما اتذكرتش غير في المرآة المستوية. طيب، الصح والغلط يلا. الصورة التقديرية اللي يمكن استقبالها على حائل طبعا صح. الزمن من التماس الفيزياء القياسية طبعا صح. تتكون الكون من تلاحم الجسيمات من غازي الأكسجين والهيدروجين طبعا غلط. هيدروجين وهيليا. هيدروجين وهيليا. بنسبة كام؟ بنسبة 3 إلى 1، أو 75. 75 إلى 25. طيب، المادة الوراثية تم انبعاثها في الخلايا في الطور التمهيدي طبعا غلط، في الطور البيني. طيب، ادرس الأشكال، ادرس الشكل المقابل. الشكل المقابل يعبر عن إحدى العمليات اللازمة لإتمام التقاصي. أجب عن الآتي: العملية التي تدل على رقم واحد. رقم واحد دي طبعا عملية الإخصاء. اتحاد المشيج المذكر اللي هو الحيوان المنوي مع المشيج المؤنث اللي هو البويضة، يبقى دي طبعا هي عملية الإخصاء. اسم الخلايا الناتجة، اسم الخلايا بقى الناتجة من الإخصاء طبعا اسمها الزيجة أو اللقحة. الاتنين صح. طيب، اكتب المصطلح العلمي. نقطة وهمية في بطن العدسة تقع على المحور الأصلي لها وفي منتصف المسافة بين وجهيه. طبعا ده المركز البصري للعدسة. المركز البصري للعدسة. طيب، عملية تبادل الجينات بين الكروماتيدين الداخليين للمجموعة الرباعية طبعا ده ظاهرة العبوء اللي بتحدث في الطور التمهيدي الأول، المسؤولة عن تنوع الصفات الوراثية في الكائن الواحد. فالتناقص سرعة جسم بمرور الزمن. تناقص سرعة الجسم بمرور الزمن طبعا دي العجلة التناقصية. طيب، سرعة الجسم والحركة بالنسبة لمراكب ساكن أو متحرك طبعا دي السرعة، مفهوم السرعة النسبية. طيب، استخرج الكلمة الغير مناسبة لكل من العبارات الآتية: حبوب لقاء، خلايا الخصية، البويضات، الحيوانات المنوية طبعا خلايا الخصية، والباقي من خلايا الأمشاء. دي فيها طبعا 2 نوع، إنما الباقي في نوع في نوع في نوع. الباقي خلايا أمشاء. طب كيلومتر على الساعة، متر على الثانية، متر على الدقيقة، متر على الثانية تربيع. طبعا متر على الثانية تربيع، والباقي من وحدات قياس السرعة. طب الهيدرا، عفن الخبز، الإسفنج، فطر الخميرة. طبعا هنختار فطر عفن الخبز، والباقي كائنات تتفاخر بالتورعن. طب حقيقية، تقديرية، معتدلة، مكبرة. طبعا هنختار حقيقية.
ماشي حقيقية، والباقي صورة تتكون بواسطة مرآة مقعرة أو عدسة محدبة، عندما يكون الجسم يقف يعني على بعد أقل من البعد البؤري. تمام، الصورة ساعتها هتطلع تقديرية ومعتدلة ومكبرة. طيب في خلال 2.5 ثانية تزايد سرعة السيارة من 5، يبقى طبعا من 15 ل25. حلو، يبقى دي عين واحد ودي عين اتنين. بينما تحركت دراجة من السقوط وصلت سرعتها إلى 5 متر في كل ثانية. طيب، هو عايز إيه؟ العجلة في كل من السيارة والدراجة. تقول له والله بسيطة، هتقول له كده العجلة أو في السيارة، وهنا في الدراجة. في السيارة العجلة بتاعتها بتساوي عين اتنين ناقص عين واحد على زي. طب حلو، عين اتنين كانت ب25 ناقص 15 على 2.5، هتطلع على الآلة الحاسبة هتطلع ب4. ماشي. طب هنا العجلة بتاعت الدراجة برضه نفس القانون، عين اتنين ناقص عين واحد على زي. طيب، بينما اتحركت دراجة من السقوط، دراجة من السقوط، هل يبقى عين واحد بتاعتها بصفر لحد ما وصلت ل5، صح؟ لحد ما وصلت ل5. تمام، ونفس الزمن اللي هو 2.5، يبقى هنا طبعا هتطلع ب2. طب حلو، يبقى احنا كده عرفنا خلاص الجيم بتاع العجلة بتاعت السيارة ب4 والعجلة بتاعت الدراجة ب2. يبقى أيهما يتحرك بعجلة أكبر، السيارة أم الدراجة؟ طبعا هتقول له السيارة. يبقى السيارة أكبر من عجلة الدراجة، لأن عجلة السيارة 4 إنما عجلة الدراجة 2. طيب، صور ما تحته خط المرآة المحدبة تكون صورة مقلوبة مصغرة دائما. طبعا صورة معتدلة عكس مقلوبة معتدلة. طيب، أبسط أنواع الحركة هي الحركة في خط منحني. طبعا الحركة في خط مستقيم وفي اتجاه واحد، زي حركة القطار والمترو. طب السرعة المتوسطة يصعب تحقيقها؟ طبعا لا، السرعة المنتظمة، لأن السرعة تتغير بتغير أحوال الطريق. ترجع ظاهرة انفجار النجوم إلى حدوث تفاعلات كيميائية؟ طبعا لا، تفاعلات نووية عنيفة. طيب، اختر حبوب اللقاح نشيد ينتج من إنبات المنتج في من الغازات الزهرية، يبقى 1/4. طب عدسة مقعرة تستخدم في علاج قصر النظر؟ قاف قاف. قاف مقعرة، قاف قصر النظر. طيب، لابلاس طبعا صاحب نظرية السبيل. طب السرعة المتجهة مقدار الإزاحة في الثانية الواحدة. طيب، بيقولك في الشكل المقابل ارسم مسار الإشعاع المنتشر للحصول على صورة الجسم. طبعا ده جسم واقف عند مين؟ الجسم واقف عند مين؟ فالإشعاع كده هتعمل كده أهو. طبعا أنت ترسمها بالمسطرة مش زي. ماشي، بعد كده تكمل ده لحد ما يتقابلوا في النقطة دي. ماشي، لأن الجسم عند المركز، فالجسم هنا، بس الجسم هنا هيبقى ماله مخلوق. فخواص الصورة تبقى خواص الصورة أهي حقيقية مقلوبة مساوية للجسم. تمام. طب إذا كان البعد البؤري لمرآة مقعرة يساوي 5، فإن قطرها يساوي بعدها البؤري بيساوي 5، يبقى نق بيساوي 10، يبقى القطر كله بيساوي 20. هو عايز مين؟ هو عايز قطرها، يبقى هيساوي 20. طب يختفي الفرد الأبوي عند حدوث التكاثر في الانشطار الثنائي زي البكتيريا. طول المسار الفعلي الذي يسلكه الجسم المتحرك، طبعا ده مفهوم المسافة. طب عند سقوط شعاع ضوئي على مرآة مستوية بزاوية 45، فإن زاوية السقوط تساوي. بص أهو، لك عند سقوط شعاع ضوئي على مرآة مستوية بزاوية 45. طب اعمل يا عم معامل المقاومة، يبقى دي ب45.
يبقى دلوقتي اللي هنشوفها تساوي برضه 45. طيب اكتب الرقم ده عدد الخلايا الناتجة من الانقسام النيتروجي، طبعا خليتين. الزمن الذي يستغرقه قطار يتحرك بسرعة 100 كيلو على الساعة عندما يقطع مسافة 40 كيلو متر، طبعا الزمن بيساوي فاء على عين. فالفاء هنا ب40 على السرعة ب100، 40 على 100 تطلع 4 من 10 ساعة. طيب المسافة بين الشخص وصورته عندما يقف على بعد 3 متر، يبقى أنا بص عندي مرآة مستوية أهي، الشخص واقف هنا، الشخص واقف هنا أهو مثلا يعني على بعد 3 متر، صح؟ فصورته تتكون خلف المرآة على بعد كام برضو؟ يبقى ده مثلا الجسم وده الصورة، يبقى دي برضو على بعد 3 متر. لما بين بقى الجسم والصورة طبعا 6 متر. تمام، يبقى هنا المسافة بين الشخص وصورته، هو عايز الشخص والجسم يعني وصورته، هتبقى كام؟ هتبقى 6 متر. 6 متر. طب الفترة الزمنية في لحظة الانفجار العظيم حتى ظهور الكون كله بشكله الحالي، طبعا 15,000,000,000 سنة. طب تعتبر القوة من الكميات الفيزيائية المتجهة؟ هتقوله كده لأنه يلزم لتحديدها معرفة اتجاهها ومقدارها. طب الجسم الموضوع عند بؤرة العدسة المحددة لا تتحول له صورة، هتقوله كده لأن الإشعاع الساقطة على العدسة تنفذ متوازية، متوازية ولا تتلاقى عند أي نقطة، فلا يتكون صورة للجسم مطلقا. تمام، يبقى احنا كده خلاص الحمد لله خلصنا امتحان محافظ السوهاء. يا ريت تدعمونا بلايك وسبسكرايب للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.